السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بالنص التاني من الانتريه القديم بتاعي. لما قلت لكم ان انا هحول الانتريه بتاعي لركنة وهغير الكسوة بتاعته نهائيا، هيتحول لحاجة جديدة خالص ملهاش علاقة بالقديم. هي دي بقى المراحل بتاعته. هو بدأ في حاجات هتتشال منه، في حاجات هنكسيها على نفس القاعدة بتاعته. بس دلوقتي هو زودنا خشب وشلنا الايدين اللي هي الدوران زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. شفتوا بقى هنا عمل دي الكنبة اللي هي لوحدها اللي جنب الباب، عملناها باللون المسترد ده. هو بس عشان الاضاءة بيغير اللون اهو، فعمل فراغات هنا كده فرغ الاسفنج نفسه وبيدخل فيه. دي اللون التاني، دي اللي هتبقى الكنبتين مع بعض. هو ده بوريكم هنا الاسفنج هو مفرغه من البداية عشان يكسي عليه القماش. ده كنبة ودي كنبة. في الدوران هنا واحدة، الكنبتين هيبقوا متواصلين مع بعض من غير ايدين، وبعدين نرجع في نهاية الكنبتين هنا برضو فرغ دي كده. لسه هيحط شريطة هنا ذهبي، فهو عامل المنظر ده. حاولنا نغير كل معالم الكنب القديم، وطبعا كل الخشب الابيض ده عبارة عن خشب جديد احنا مزودينه عشان احنا قصينا الظهر الدوران وعملناه مربع علشان يبقى ماشي مع الموضة بتاعت الايام دي. الدوران اتلغى ما عادش، اهو عاد مربع. اللي هو عاوز يرجع للفيديو اللي قبل ده يرجع يشوف الانتريش كان شكله عامل ازاي في البداية. بصوا الاضاءة برضو الشمس كانت ضاربة مغيرة لون خالص. بس دلوقتي هديكوا الاتجاه التاني. الكاميرا هتجيب اللون الطبيعي. ده بعد ما حط الشريطة الذهبي والفاصل. هي بس الشمس كانت عالية فمغيرة اللون خالص، بس هيجي بنفس الفيديو برضو اللون اللي هو الاصلي. طبعا بقية القماش اهو نحطه، فهو عامل الكنب بس عمل برضو الشريطة الذهبي كان لسه بيكمل فيها. هو الفينش بصراحة يعني ما كنتش متوقعاه نهائي يعني، بس الحمد لله يعني صبرنا وننا. هو شغال فيه اهو، ده الكمبروسر اللي هو بيعمل الدبابيس بيه، ودي الكنبة التانية بيحاول بقى يدخل القماش. شايفين القماش هنا لونه اختلف لان دي في الصالة التانية، يعني كل واحدة في صالة. دي بعيد عن الشباك فجايبة اللون. هو اللون اصلا تحفة يعني، اللون الزيتي ده انا اخترته مع المستردة اللي هو المشمشي ده. مشمشي كنبة واحدة بس الصغيرة، والكنبتين اللون اللي هو الاخضر ده. هو انا اللون ده انا بحباه جدا يعني، انا مختاراه من زمان من قبل ما اشتريه كمان، وقعد فترة معايا طويلة جدا ان من غير ما اعمله. انا كنت جايباه اصلا عشان نعمل ركنه، فما ما عملناهاش بقى قلت طب اجدد بيه الانتريه اللي هو مش عايز يتجدد ده. شايفين الجنب ده لسه ما حطلوش القماش بتاعه لان الدهاره بتبقى اخر حاجه خالص. احاول ان انا اجيب لكم كل المنظر العام يعني. هندخل هنا بقى على المرحله. هو كان خلص بسم الله ما شاء الله. شايفين التغيير يعني ما شاء الله ما شاء الله، تغيير تام. ادى الركنه اهيا. شايفين الشريطه الذهبي مديه منظر وروعه كده، اللون تحفه. ده الشلته معموله فايبر حوالين الاسفنج. لسه هيحط لها الكسوه البيضه بتاعتها خلاف الكسوه بقى اللون. انا بوريكم اهو دي طبقه الفايبر وتحتها الاسفنج. احنا جايبين اسفنج عالي الكثافه عالي جدا اهو. شايفين الفينش الكنبه تحفه يعني. برضو عايزه رايكم في الاخر، بس يعني انا بالنسبه لي انا راضيه يعني راضيه عنها يعني. دي كده هجيب لكم من بعيد الركنه كلها اهي. عايزه بس كل ما واحد يتفرج على دي يجيب الفيديو القديم ويقارن ما بين ده وما بين ده. هو انا والله انا وقفت كتير قوي فتره ما بين الفيديو التاني والفيديو ده، بس يعني كل شيء بأوان يعني عم ينزل. طبعا الصالتين عندي الارج والدنيا مكركبه دني خالص، بس كله يهون بقى علشان خاطر الجمال اللي طالع ده. الرجلين جايباها شايفين خشب ابيض مطلي
مدهون ابيض. ما حبيتش اجيبها ستانلس. الستانلس بيصدي، وانا حاسه ان الرجلين البيضه طالعه موضه يعني في كل الركن والانتريهات الجديده. هندخل بقى على مرحله ان احنا بقى هيكس دلوقتي الشلت دي الفينش بقى. هو شايفين بقى الفينش هو كده خلص وعمل الكوشن دي، يعني دي الفرو هي الشعر. وجبت من اللي هي فيها دواير برضو نفس الالوان، واللون المستردة حطيته على اللون الاخضر اهو. نجيب لكم الشكل كله. ده الفينش النهائي للركنة. اتمنى بس ترجعوا للفيديو القديم وتشوفوه علشان تقارنوا ما بينهم. اهو بوريكم اهو اللي فروتها عالية. حاولت ان انا انوع فيهم شوية. عملت 3 من اللي هو الكور دي، و2 مستردة، والاتنين اللي هو الشعر الفرو ده. هنيجي بقى للكنبة اللي هي المستردة، عملت الاتنين من الاخضر. مش عارفة ليه هو قالب بترولي برضو كالإضاءة. احنا عدنا بالليل، الفلاش ممكن يكون مغير اللون. وجبت واحدة اللي هي قشر السمكة اللي هي بتغير اللون، جبتها برضو ابيض في ذهبي كده، تبقى تغير بقى براحتها يعني. اهي برضو مديه منظر كويس قوي، ومديه منظر حلو كده. طبعا بقى مع فرش السجاده وكده، بس انا حبيت ان انا اصور لكم. بس طبعا اكيد هيفرق برضو لو السجاده والترابيزه اتحطت كده والستاير، برضو المنظر هيختلف جدا. بس طبعا احنا لسه في وسط الكركبه، وقلت اوريكم بقى كله اهو. والله كنت عايزه اعمل اللي هو الفينش ده في فيديو لوحده، بس حبيت ان انتوا يبقى عندكم الخلفيه مره واحده كده. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في لايك حلو منكم، واشتراك في القناه، وقولوا برضو رأيكم. يعني عايزة اشوف كده، يعني مثلا ذوقي عجبكم، الالوان عجبتكم، علشان يعني انتوا برضو رأيكم يهمني. يلا في رعاية، اسيبكم في رعاية الله، فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.